السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعيني الأعزاء، هنتكلم النهاردة في حلقة مهمة جدا عن البطل الشهيد محمد صلاح إبراهيم. أحب أوجه العزاء لأهل البطل الشهيد محمد صلاح، وأحب أبدأ كلامي بالآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. طبعا فحوى الآيات بيوضح إن أي حد بيموت في سبيل الله دوت ما بيموتش، هو بس بيوصل حياته في جنة عرضها السماوات والأرض ويرزق فيها كمان. وطبعا بيكون فرح بعطاء الله له، ومش ولا يحزن على اللي فاته من الدنيا، لأنه في اللي أفضل منها وهي جنة الرحمن، وإن ربنا ما بيضيعش أجر المؤمنين. وجزاء العظيم ده سببه إنه لبى نداء الله ورسوله، وطبعا عن طريق يدافع عن وطنه، ويدافع عن معتقداته، ويدافع عن مقدساته طبعا. وجاهد الناس المفسدين دول، وعمل ما في وسعه على الرغم من اصابته بشتى الالام ومثخن بالجراح. ومن صفاتهم ان لو لما ان لما يتحط في مواقف صعبه والناس بيجمعوا ليه عشان خاطر يموتوه وعشان خاطر يخوفوه، دوت بيزيدوا ايمان بالله وبتصديقا بوعد الله، ودوت ما بيسنيش عزيمته ويقول حسبنا الله ونعم. طبعا لازم نعرف بقى بعد العزاء دوت مين هو البطل الشهيد محمد صلاح وكيف كانت حياته. محمد صلاح إبراهيم هو شاب بيبلغ 22 سنة، يعني شاب لسه صغير في عمر الزهور. هو صاحب واقعة الدفاع عن الأراضي المصرية عند معبر عوجة، أو في مسمى آخر أنا ما بحبوش اسمه نيتسيانا. وسكن في منطقة عين شمس في أسرة مكونة من 5 أفراد، وهما الوالدين وليه أخ أكبر اسمه محمود وأخ أصغر اسمه عبده. هو كان الابن الثاني في ترتيب إخواته. طبعا البطل محمد صلاح توقف تعليمه عند المرحلة الإعدادية بسبب وفاة والده في حادثة سير. ومنذ وفاة والده هو بيساعد أخوه الأكبر محمود في إنه ينفق ويعول أسرته، وينفق على والدته وأخوه الأصغر. وانضم للخدمة العسكرية في سنة 2022 كفرد أمن في الشرطة المصرية، وكان بيخدم عند العلامة الدولية 47 عند المنطقة جيم في محافظة شمال سيناء. وفي يوم السبت 3/6/2023 اكتشف الجند المصري جريمة تهريب مخدرات ضخمة عبر الحدود، فقام الجند المصري بالاشتباك معاهم وحده، في حين ان الجيش الصهيوني كان نايم في العسل ومش حاسس باللي بيحصل على الحدود. ثم قام البطل المصري طارد المهربين المخدرات عبر الحدود الى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة من الكيان الصهيوني الغاشم. واثناء المطاردة اشتبك مع مجند ومجندة صهيونية، وهما مين؟ هما المجند أوهاد دهان، 20 سنة، من مدينة أوفاكيم الجنوبية التي تقع في صحراء النقب، يخدم في كتيبة بارديلاس، وهي كتيبة مشاة تابعة للواء إيلات. والمجندة ليا بن نون، 19 سنة، من مدينة ريشون لتسيون، تخدم في كتيبة بارديلاس، وهي أيضا تيك توكر شهيرة. فطبعا في أثناء تبادل إطلاق النار ومطاردته للمهربين، يعني أنا مش عارف هم ضربوا عليه ليه وسابوا المهربين يهربوا، ماتوا. وكتيبة بارديلاس هي من الكتائب المختلطة في الجيش الصهيوني، مختلطة يعني رجالة وحريم، المكلفة بتأمين الحدود المصرية. وبعد مرور فترة من الزمن اكتشفت الميليشيات الصهيونية جثمان المجند والمجندة، فأرسلوا مسيرة عشان تكشف مكان اللي موتهم. واكتشفوا مكان البطل الشهيد محمد صلاح اللي كان بيطارد مهربين المخدرات، وارسلوا لكتيبه تشتبك معاه. وهم بيشتبكوا معاه قتل مجند اخر من الصهاينه، وهو الرقيب اوري يتسحاق إيلوز، 20 سنه، من مدينه الصفد الشماليه، وبرضه من كتيبه بارديلاس ايضا. واصاب كمان 2 من ضمنهم عميد برتبه كبيره، ثم مات احد المصابين متاثرا بجراحه، ليصبح عدد القتلى 4. ثم قتل البطل الشهيد محمد صلاح في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد مجندة صهيونية لم تكشف ميليشيات صهيون عن هويتها بحجة إن هم خايفين عليها. وبعد ما مات البطل الشهيد محمد صلاح اللي حمى مصر وأهلها وحمى العالم العربي كله، لأن المخدرات ديت سواء كانت مخدرات بتهرب للجانب المصري أو للجانب الفلسطيني، ما هو ده السم بيجري بيسمم أي حد، او الفلوس ديت ايا كانت هتقع تحت ايا من يكن، طبعا هيكون سيء النية وهيستخدمها باستخدام سيء.
فهو حمى ناس كتير قوي بدفاعه وببسالته، وكمان انتقم لما اللي بيحصل في القدس من خراب على يد المجرمين الصهاينة. وتم ترحيل جثمانه إلى مصر واتدفن في 5 يونيو 2023 في مسقط رأسه في محافظة القليوبية بمركز طوخ في قرية العمار الكبرى. وتم التعرف على جثمانه، وسمح لشقاقه الأكبر محمود وعمه إن هم يحضروا جنازته بعد الإفراج عنهم من قوات الأمن، وبعد ما استجوبوهم لمدة يوم كامل، ووالدته ما سمحلهاش بالحضور الجنازة. وأنا أوجه خالص تعازي لأسرة الشهيد برضو مرة كمان تأكيدا على التعازي برضو، وأحب أقول لأهله ولأمه: لا تحزني يا أم البطل، فابنك حي في جنة الفردوس وفي مكان أفضل بكثير من هذه الدنيا الزائلة. طبت حيا وطبت ميتا يا بطل يا شهيد، ربنا نحتسبك عند الله من الشهداء، وربنا يرحمك ويغفر لك بحق كل نفس حميتها من خطر المخدرات، وبحق كل نفس ماتت في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى. إزاي بقى تم إحباط عملية تهريب المخدرات عبر الحدود واللي أحبطها الأسد المصري محمد صلاح إبراهيم؟ هنبدأ الأول نتكلم عن سينا. سينا متقسمة 3 قطاعات: ألف وب وجيم. ألف فيها الجيش المصري، ب فيها بعض من قوات الجيش المصري وقوات شرطة، جيم ديت ما فيهاش أي جيش من مصر خالص، فيها قوات شرطة ومثالي قوات حفظ السلام، يعني قوات مختلطة من عدة دول يعني. طبعا زي ما احنا عرفنا فوق ان الشهيد البطل محمد صلاح خدم في القطاع جيم المتاخم او القريب او المجاور للحدود الفلسطينيه، وفي هذا القطاع سياج حدودي طوله 240 كيلو، تخيلوا كده معايا، وارتفاعه 8 متر يعني 3 ادوار، وبيتخللوا عده ممرات طوارئ. طبعا ممرات الطوارئ دوت يعني متهيألي وفقا لسكاي نيوز، طبعا اسرائيل قالت ان هم عملوا ممرات الطوارئ ديت عشان خاطر يمنعوا التهريب، وان اي حد ممكن يدخل منها عشان خاطر يطارد المهربين زي ما احنا نعرف. وطبعا السياج ده مزود بكاميرات ومراقبه كاميرات مراقبه ورادارات، وتكلفه بنائه وقفت عليهم كده 450 مليون دولار، واتبنى من سنة 2010 2013. وفي مساء يوم من الأيام على حسب الرواية المصرية، لأن الرواية الصهيونية بتقول إن ده في ميعاد أبدر شوية، لا لكن مصر بتقول إن هو كان وقت متأخر في ليلة مقمرة، يعني كان القمر كامل. طبعا رصد البطل محمد عملية تهريب المخدرات، وطبعا بالعقل كده مفيش حد هرب مخدرات في عز النهار يعني. رصد البطل محمد عملية تهريب مخدرات ضخمة، تقدر قيمة المخدرات المهربة ديت كمية ضخمة جدا 400,000 دولار. وفي جريدة سبوتنيك الروسية بتقول إن قيمة المخدرات المهربة ديت 1,037,000 دولار، ونوع هذه المخدرات من مخدرات الماريجوانا ومواد أخرى بيشتبه إنها برضو من مخدرات الحشيش. ووزن المخدرات ديت 21 كيلو، شوف كمية ضخمة، دي كمية تجيب إعدام. وقام البطل لوحده فقط بدون أي مساعدة من الكيان الصهيوني، لأن المفروض أصلا إن أي حد واقف على الحدود، يعني أنا ما بحميش حدودي بس أكيد هم كانوا بيحموا حدودهم، بس يعني هم كانوا مطنشين خالص من غير أي مساعدة، وأحبط هذه العملية لوحده واشتبك مع المهربين. ولما شرع المهربون في الهروب طاردهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر ممر الطوارئ اللي كان مربوط بشريط لاصق، يعني حتى مش ملحوم أو حتى محطوط عليه قفل، ده بشريط لاصق أو زيب تيب، عشان إيه ما كنتش إيه أخطأت في الترجمة. وصحيفة ذا تايمز في إسرائيل بيقولوا إيه، إن الجيش الإسرائيلي بيستخدم البوابة المغلقة بالرباط مضغوط دوت عشان يعبر الحدود عند الضرورة، يعني يكون في عبور الحدود عند الضرورة سواء من الجانب المصري أو من الجانب اليهودي بالتنسيق مع الجيش المصري عشان خاطر يمنعوا تهريب المخدرات. وأثناء القتال الشرس ده لم يعلم الكيان الصهيوني بشيء، أو بعبارة أصح غض بنظره عن عملية التهريب دي، واللي احنا نعرفه ودوت اللي احنا نعرفه بعدين. ولما هربوا قام البطل بمطاردتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثناء هذه المطاردة اشتبك مع المجند والمجند السابق ذكرهم وقتلهم، وتوغل مسافة 5 كيلو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن الساعة 4 لحد الساعة 8 بالتالي وفقا للواء سمير فرج هم ما عرفوش أي حاجة عن أي حاجة. ولما جه ميعاد تبديل الجنود الصهاينة للدور في الحراسة لم يجدوا زملائهم، وبعد مدة اكتشاف جثامين المجند والمجندة وأطلقوا مسيرة واللي رصدت مكان البطل الشهيد محمد صلاح البطل المغوار، وأرسلوا له كتيبة كاملة عشان خاطر يقتلوا شرطي، وقتل مجند وزود كمان فوق كان قتل مجند كمان احنا قلناه، وارسلوا له كتيبه ثالثه. وبعد كده هي دي الكتيبه اللي قدرت تصيد
البطل، وانا عارف وانا واثق ان البطل المصري، وده احساسي، ان هو ما ماتش لانهم شطار، ده هو مات من نقص الذخيره، لانه كان معاه مشطين متهيألي فيهم حوالي 100 رصاصه على يد مجنده ما افصحوش عنها، مع العلم ان المجند المصري وجد معه 2 خزنه ب 100 رصاصه. وتعتبر هذه الواقعه من اتعس الوقائع ومن اشدها على الصهاينه. ليه؟ لان زي يوم 9 اكتوبر، يوم اعلنت جولدا مائير هزيمه اسرائيل، واليوم ده اللي اخترق البطل المصري الحدود عشان يطارد مهربين المخدرات، هد للمره الثانيه اسطوره الجيش الذي لا يقهر. يعني هو مجرد فقاعه كده ظهر. الفكره اللي بعديها، هل كاميرات المراقبه والرادارات واجهزه الاشعار كانت مطفاه عن عمد؟ وهل كان الصهيوني متورط في تجاره المخدرات؟ والله اقول وفقا لناشطه سياسيه صهيونيه ان القيادات في اسرائيل بيأمروا المجندين، وده على فكره هنشوفه في بالفيديو بعد قليل، ان هم بيغضوا البصر عن عمليه التهريب المخدرات دي، وبيساعدوا المهربين في القاء المخدرات من فوق السياج. وقالت انه لا يوجد سلام بين الصهاينه والمصريين، وقال يعني وفي كلمه انا ما حبيتهاش، بيقول لك الافضل المصريين ان احنا يكونوا نايمين كده وحاسين ان في سلام ما بيننا، وبتقول ان مفيش سلام اصلا ما بيننا. وادل كمان كده ان وفقا لاتحاد قبائل سيناء ان في احاديث بتقول ان جنود الاحتلال القتلى دول كان بحوزتهم في السياره الجيب اموال كثيره، يعني هم اصلا كانوا بيتاجروا في المخدرات، وكانوا في انتظار المهربين لاستلام المخدرات. ولولا تدخل الجند المصري في نقطة الحراسة ومطاردته المهربين كانت تمت العملية دي. واشتبك في الجانب الآخر مع الجنود الإسرائيليين الذين كانوا بدورهم مع تجار مخدرات. وأنا حاسس إن الكلام ده منطقي جدا، لأن واحد قاعد في برج شاهق طبعا أعلى من السور اللي هو واقف عليه، وطبيعي كاشف الأرض كلها وشايف الليلة اللي بتحصل. إيه اللي جابه ونزله؟ أكيد عشان خاطر بيتاجر معاهم. طب هنا بقى בוקר טוב חברים, אבל זה לא הכי בוקר, אחרי שאיבדנו 3 חיילים. לפני שבועות דיברו איתי חיילים על זה שבגבול מצרים המפקדים מבקשים מהם לעצום עיניים כשמעבירים סחורות, זורקים מעל הגדר סמים, והם אמרו בסוף זה ייגמר באסון, ובאמת זה נגמר באסון. מי שחושב שמצרים יש לנו יחסי שלום איתם טועה וחי באשליות. טוב למצרים לתת לנו לחשוב שאנחנו בשלום, אבל אנחנו לא בשלום איתם. تعرض لواجبات الجند المصري. يعني الجند المصري لما بيقف على الحدود بيعمل ايه؟ لازم يحمي الحدود، بيمنع التسلل، بيمنع التهريب، ويمنع اي قوات من العبور طبعا. وبما ان طبعا كان في كم فشل رهيب عند الجانب الصهيوني، وطبعا كان الجندي مفيش اي حد بيرسخ معاه ان هو يحاول يمنع التهريب دوت. وكان اصلا المهربين بيستعملوا ممر طوارئ، وده في اعتقاد الشخصي ان هم بيستعملوا ممر الطوارئ ده عشان خاطر يهربوا المخدرات، لان صعب قوي ان اقتنع ان حد يحدف 21 كيلو لمسافه 3 ادوار ويعدي من فوقها وينزل. مش معقول. طبعا ممر الطوارئ ده اصلا كان مفتوح من اساسه، وبعد كده جه المجند حاربهم وطاردهم بعدين. نيجي بقى بعد كده لتصريح ما عجبنيش خالص. يعني ايه؟ يعني حد كده زودها وضايقني. ادعاء ايدي كوهين في الصحف الاسرائيليه بان البطل المصري متطرف ديني ومعاه مصحف. وهل طب هنا بقى نسال بقى سؤال وهنجاوب عليه، هل الصهاينه بيحاربونا من منطلق ديني متطرف؟ وهل احنا فعلا اصلا في ديننا التطرف؟ اول حاجه وجود المصحف في ايد البطل المصري دوت يعني حاجه جميله جدا وحاجه لا تسيئه. وطبعا هبين لكم دلوقتي معاملة أهل الكتاب في الإسلام. يعني اليهود والنصارى بيتعاملوا إزاي في الإسلام، وغير اليهود برضو، لأن النصوص ديت بتنطبق على الكل. طبعا إحنا إزاي بنعامل، إحنا كمسلمين بنعامل إزاي أهل الكتاب؟ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول شريعتنا الإسلامية السامحة بتخص في حسن المعاملة الناس عموما، كل الناس، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى خصوصا. لا إذا كانوا مسالمين لنا ولا يبارزون المسلمين العداء والحرب. يعني طول مثلا ما اليهود والنصارى أو اليهود بصفة خاصة اللي هم بيعتدوا على القدس 24 ساعة، هنفترض يعني إن هم بيحاربوناش وقاعدين في سلام وسايبين الفلسطينيين في سلام أو يموتوش وعايشين حياتهم، في الحالة دي إحنا ما نتعرض لهمش، لا يجوز شرعا لنا إن إحنا نأذيهم.
لكن الناس دول 24 ساعة عايشين فساد في الأرض، وده هنبينه بعدين، خليكم معايا واحدة واحدة. وبيانات الشريعة إن معاملتهم إنما تكون بالعدل والإحسان إليهم وعدم الإساءة لهم، فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة آية 8. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني سيدنا النبي هيكون خصمه. يعني تخيل كده، تخيل الدلع اللي هم فيه، وتخيل ديننا بيأمرنا بإيه. دي حاجة واجب علينا، ما ينفعش نخالفها، ده أمر الله وأمر الرسول بصريح العبارة. ومن صور هذه المعاملة جواز زيارتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، ولا حرج في الأكل من طعامهم، بس نجتنب الخمر والخنزير، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. صدق الله العظيم. سورة المائدة الآية 5. وكذلك يجوز التعامل معهم إن احنا نبيع ونشتري منهم وغيرهم من وجوه المعاملات الشرعية، ويعني نبيع ونشتري منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا في الإحسان لليهود المسلمين الذين عاشوا في المدينة المنورة، والسنة النبوية مليانة بالأحاديث اللي بتدل على كده. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرأة اليهودية إلى طعامها، وزار الغلام اليهودي المريض، واستقبل وفد نصارى نجران في مسجده وأكرمهم فيه، واستمر هذا الحال في الخلافة الراشدة أيضا. وخير شاهد على ذلك اللي هي الوثيقة العمرية، الوثيقة التي أعطاها عمر بن الخطاب للنصارى في بيت المقدس لأمنهم فيها على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى كنائسهم وغيرها من حقوقهم وحرياتهم، والله أعلم. وبرضه من وصايا الرسول لنا صلى الله عليه وسلم: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب فقال: لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا تمثلوا بالجثث ولا تسرفوا في القتل ولا تهدموا معبد ولا تخربوا بناء عامر، حتى البعير والبقر لا تذبح إلا للأكل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أوصانا كمان بالإحسان إلى الأسير وأن نكرمه ونطعمه. يعني دي مسألة حد ذاتها، يعني في دول ما بتطبقهاش لحد دلوقتي. شوف بقى، احنا كمسلمين واجب ديني علينا قبل ما يكون واجب قانوني ان احنا نكرم الأسير ونطعمه. ما ينفعش نضايقه، ما ينفعش نعتدي عليه طول ما هو أسير، وإننا نوفي بالعهود. وأخيرا ما ينفعش تحت أي ظرف ان احنا نجبر حد على الإسلام، ولأن الإسلام لم ولن ينتشر بحد السيف. وده خير دليل قول رسول الله ان الاسلام دين سلام وما بينتشرش بحد السيف، وهو كل الناس اللي بيخشوا فيه بيخشوا عن اقتناع. ومن بعده جاء عهد سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق اللي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه، وكان بيقول لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحدا منهم. وأعطى الأمان لأهل القدس ومنح لهم حرية دينية والسلامة لكنائسهم. ونهى الإسلام عن قتل النساء، بس إلا حالة واحدة، إن الست دي تمسك السلاح وتضرب على المسلم بغاية قتله، وفيها في قصد جنائي، في الست ديت ناوية إن هي تموته. في الحالة ديت ممكن يجند، أو الشخص اللي معاه السلاح ممكن يموتها، لكن غير كده لا تقتل المرأة إطلاقا. حتى كمان أنا متهيألي فاكر إني سمعت، مش فاكر قوي الحديث، مش فاكر نص الحديث، بس فيما معناه إن سيدنا النبي قبل كده كان ماشي يعني كان في غزوة من غزواته وهو ماشي كده لقى ست مقتولة، فهو عاتب المسلمين، قال: أنتوا إزاي تقتلوا الست دي؟ يعني اعاتبهم. يعني فتخيل، يعني الله المستعان. يلا بعدين ننقل بقى السؤال المهم اللي بيطرح نفسه. احنا دلوقتي شفنا الاسلام بيعامل اهل الكتاب وغير اهل الكتاب ازاي، وشفنا سماحة الاسلام. طب هل بقى الصهاينة دول عندهم حدود في الحرب زينا كده؟ هنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم: قتل وسفك الدماء وذبح، قتل والسفك الدماء والذبح، هذه الكلمات ما هي إلا أوامر في التلمود، كتاب الشريعة اليهودية. والتلمود ده زي ما عشان نعرف دي الشريعة الشفهية ليهم، ودي حاجة بيلتزموا بيها جدا، اللي كتبوه بإيديهم وزعموا أنه من عند الله. ولا عجب بعد كده أن يصدر حاخامات إسرائيل فتوى
بيأمروا فيها قتل العرب والفلسطينيين، حيث أصدر الحاخام شمونائيل الياهو، يا رب أكون بنطقها صح، أسمائهم غريبة جدا، فتوى إن يقتل الفلسطينيين دون تقديمهم إلى المحكمة. شوف بقى قمة الظلم والجبروت. المفروض الواحد لما بيغلط المفروض يعرف هو اتقبض عليه ليه ويتحاكم، لا ده إعدام بدون محاكمة. وفي حالة تورطهم في أعمال عنف ضد الجيش الإسرائيلي، قائلا إن من يترك فلسطينيا على قيد الحياة فقد أثم. رقم 2، الأغيار اللي هم إحنا، أي حد على غير ملة اليهود. شوف بقى، يعني لا تقول لي بقى مسيحي ولا تقول لي مسلم ولا تقول لي أمريكي ولا تقول لي الأغيار، كلمة في قمة العنصرية. في التلمود ليس لهم أي حقوق قانونية، ونجد مردود ذلك في سياسة إسرائيل تجاه العرب من قتل وسفك الدماء. فالتلمود يتحدث عن عقوبة القصاص في القتلى ويستثني الأغيار من ذلك، يعني اللي بيقتل حد من الأغيار ما لا يقتص منهم من اليهود، بل ولا يذكر أي عقوبة لليهودي اللي بيقتل غير يهودي. فيقول التشريع لو واحد يهودي جه يقتل أحد الأغيار فالرصاصة بالغلط دخلت، يعني قتل خطأ، يعني قتل خطأ يهودي آخر هو كان يقصد قتل أحد الأغيار، فهو بيعفى من أي عقوبة وكأنه قتل أحد الأغيار. فاهمني؟ يعني واحد يهودي جه ينشل بالبندقية بتاعته على واحد فلسطيني أو واحد مصري أو واحد أمريكي أو أي حد أيا كانت ديانته أو ملته أو أي حاجة، وهو بيضرب الرصاصة كان في معدي واحد يهودي فجات في دماغه قتلته. هل اليهودي اللي ضرب الرصاصة ده يتحاسب لأنه قتل أحد يهودي؟ يقول لك لا، ما يتحاسبش لأنه كان نيته كانت رايحة يموت واحد من الأغيار. والتشريع العنصري ده بينطوي على تحريض صريح على سفك الدماء غير اليهود بدم بارد ومن غير إحساس وبدون أدنى إحساس بالذنب، على الرغم من توافر القصد الجنائي، إن الراجل هو قاصد إن هو يقتل، بس إيه؟ قال لك لا ما يتحاسبش. والأغيار في كتاب رقم 3، الأغيار في كتاب الدين اليهودي ما لهمش أي ذمة مالية، وده برضه بيرجع للخلفية الدينية بتاعة الصهاينة تجاه العرب، والخلفية أو تجاه أي شخص من سلب الأراضي والمزارع وإقامة المستعمرات عليها. يعني أنا فاكر من فترة كده كانوا قاعدين بيهدوا في مستعمرات الفلسطينيين عشان خاطر يوطنوا فيها يهود. يعني أعوذ بالله يا شيخ، يعني الأرض يعني ضاقت عليهم لدرجة إن هم ما لقوش غير مستوطنات الفلسطينيين ويهدوها. ما الأرض واسعة، فلسطين كبيرة جدا، بس لا، هم ده عقيدتهم وده توجههم. فقد ورد في تفسير فقرة اللي وردت في سفر اللاويين 6 و7 شرطة 1 بيقول لك ايه المهم، يعني حاجة مش فاهمها ومش مستوعبها قوي، بس بيقول لك المقصود فيما معناها. يعني مش عارف اقرا النص قوي، مش عارف، حاسس ان هو غريب كده. فالمهم معناه ان لو يهودي سرق من يهودي هو ملزم انه يعوضه ويرد الحاجة دي ليه 5 أضعاف. يرد الحاجة دي ايه 5 أضعاف. طب لكن لو اليهودي سرق من الأغيار، سرق من غير اليهودي، لا ده ما يردلوش أي حاجة، وأموالهم ونساءهم وأعراضهم وشرفهم وكل شيء مباحة لليهودي طول ما هو اللي قدامه ده من الأغيار. لازم نكون فاهمين الحاجة دي كويس. وكمان برضو أباح صراحة الغش مع الأغيار. يعني من الآخر كده إيه، حدد لليهودي المقدار المسموح فيه في غش الأغيار عند البيع وهو الشراء، وهو ثلثي الشيء المباع. يعني مثلا لو اليهودي بيبيع لك حاجة بيغش تلتها. وقال لك وكمان أباح المعاملات الربوية مع الأغيار وحرمها بين اليهود وبين بعض. يعني مثلا انت دلوقتي هتروح تستلف من واحد يهودي، يقول لك هتاخد منه 50، يقول لك رجعها لي 80، ده ربا. لكن بينهم وبين بعض حرام ان هم يسلفوا بعض ايه بالربا. وده بيتضح جدا لما اي بلد في الدنيا تيجي تستلف من البنك الدولي. طبعا البنك الدولي ده عارفين اللي بناه روتشيلد وده يهودي. لما اي بلد تستلف منه بيديها قروض ربويه. بيديها ايه قروض ربويه. ده بيبقى واضح جدا. وطبعا التشريع اليهودي نظر لغير اليهودي واخضعه لقواعد قانونيه بتختلف تماما عن اللي بيخضع عليها اليهودي. فمثلا لو حصل اي اعتداء بدني على عبد غير يهودي ملهوش اي حقوق ولا يلتزم الجانب تعويضه عن اي شيء كان هو مالكه. واللي بس يتعوض لو يعني انا هفهمكم دلوقتي. يعني مثلا واحد سيد يهودي، يعني لو احنا نرجع بالزمن كده شويه ايام سواء النخاسه والعبيد، سيد يهودي معاه عبد من الاغيار وماشي واحد يهودي، الراجل اليهودي ده اعتدى على واحد من الاغيار، يبقى في الحاله دي
الشخص اللي اعتدى عليه من الاغيار ملهوش اي حقوق وملهوش اي حاجه وما يتعوضش باي حاجه. طب لو كان الضرر ده اتصاب بيه سيده، في الحاله دي حتى لو عوض هيعوض سيد ايه؟ السيد اللي هو ايه؟ اليهودي. طب لو كان السيد والعبد من الاغيار ما يتعوضوش. مثلا بقى لو احنا جينا العكس، لو في سيد من الاغيار كان يمتلك عبد يهودي وجه واحد من الاغيار اعتدى على العبد ده، طب ايه اللي يحصل؟ يبقى في الحالة دي العبد اليهودي يتعوض عن الضرر اللي أصابه، يتعوض عن الضرر اللي أصابه سواء كان مادي ولا كان معنوي، يعني الألم والخزي اللي حس بيه، حتى وإن كان الجاني اللي هو اعتدى عليه ده هو السيد. رقم 5 اللي بيفسر اقتحام اليهود لمزارع فلسطينيين ودوت لما ورد في التشريع التلمودي العنصري المتعلق بتشريعات الإضرار بمال الغير، فينص التشريع على إيه؟ يعفى الجاني من أي تعويض إذا وقع منه الضرر في ممتلكات الأغيار، أما إذا حدث العكس يلزم الأجنبي أو غير اليهودي بالتعويض عما أحدثه من ضرر في ممتلكات اليهود. يعني معناها إيه؟ لو اليهودي دلوقتي راح وخرب عربية واحد فلسطيني، الفلسطيني ده ملهوش أي حقوق وما ينفعش إنه يتعوض. طب لكن لو الفلسطيني ده راح وخرب عربية اليهودي، لا، في الحالة دي الشخص اليهودي ده يتعوض. وطبعا وكمان التلمود بيحرم على اليهودي انه يحلق عند غير اليهودي مخافة ان يسفك دم موس. فوبيا يا جدعان. والا تلد اليهودية عند طبيبة من الاغيار مخافة ان تقتلها او تقتل طفلها، وطبعا اللي بيعمل البلاوي ديت لازم يخاف. وحرض التلمود في باب العبادة الأجنبية في كتاب العقوبات الفصل الأول التشريع الأول على عدم التعامل مع الأغيار في البيع والشراء والإعارة والاستعارة منهم والإقراض والاقتراض منهم، ولا سيما لو كان قبل العيد بتاعهم ب3 أيام، بهدف إنه التضييق عليهم وإن يجلب لهم التعاسة. ودوت بيفسر سبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين في الأعياد وبالأخص في رمضان. فمعظم عمليات القصف على غزة جاءت في مثل هذه الأيام، فهم بيقتلوا لأنهم بينفذوا الشريعة التلمود وبيتقربوا للرب عن طريق هذه الشعيرة اللي هي شعيرة القتل المقدس. وحرم التلمود في باب العبادة الأجنبية أيضا مساعدة الأغيار في البناء والتداوي والولادة، وحرم مساعدة الرضع وإن كانوا على وشك الهلاك. ولعل هذا يفسر المذابح اليهودية للأطفال فلسطين في دير ياسين وصبرا وشتيلة وألان في الانتفاضة الثالثة. وكمان وزدكم من الشعر بيت: وجاء في صموئيل في سفره إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعب إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر فلان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما لها ولا تعفي عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. وكمان برضو نسبوا الناس الكذابين دول النبي حزقيال انه قال: لا تشفق اعينكم ولا تعفوا عن الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء واقتلوا، شدوا تحتها كذا خط، واقتلوا للهلاك. النصوص ديت جه تصريح كبير حاكمات اسرائيل ورئيس حزب الشاذ الديني متهيألي عفوديا يوسف بان الرب ندم. بيقول لك ايه؟ الرب ندم ليه؟ ربك ندم ليه؟ لان خلق العرب ووصف العرب بانهم انجاس والموت ليهم افضل من الحياه. طبعا ده هتلاقوه في جذور العنف والعنصريه في الفكر الديني اليهودي لاحمد لطفي عبد السلام صفحه 194 في المكتبه الاكاديميه. وطبعا نشرت جريدة هآرتس فتوى لعدد من الحاخامات أفتوا فيها بأنه بيتوجب على اليهود إن هم يطبقوا حكم التوراة اللي نزل في قوم عماليق على الفلسطينيين. وده اللي بيجي في سفر التثنية الإصحاح 25 الفقرة 10: فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها، تمحو ذكر عماليق من تحت السماء ولا تنسى. ونقلت صحيفة عن الحاخام بإسرائيل روزين قوله إن حكم التوراة بينص على قتل الرجال والأطفال وحتى الرضع والنساء والعجائز وحتى سحق البهائم. يا جدعان ده الناس دول أي حاجة بتتحرك بيموتوها. والحكام الأكبر لمدينة صف اسمه شالومو إلياهو بيقول لك ايه؟ لا نبالي بقتل الفلسطينيين ولو اتقتل مليون منهم. فبيقول لك لو احنا قتلنا 1000 وهم ما توقفوش، مش عارف ما توقفوش عن ايه، لا لو احنا قتلنا 100 وهم ما وقفوش نقتل منهم 1000، ولو قتلنا 1000 نقتل منهم 10000،
ونستمر في القتل حتى لو بلغ عددهم 1,000,000 قتيل. وأضاف برضو قال إيه؟ المزامير بتقول سوف أواصل مطاردة أعدائي والقبض عليهم ولن أتوقف حتى القضاء عليهم. ولقد بعث الحاخام مردخاي إلياهو خلال حرب إلى إيهود أولمرت بكتيب ذكر فيه قصة المجزرة اللي تعرض لها شكيم ابن حمور، واللي ورد في سفر التكوين الإصحاح 34 حيث قام أبناء يعقوب وهما شمعون ولاوي يعني بجد يعني شوف الافتراء، بيتهموا ابناء سيدنا يعقوب، وأخذ كل واحد سيفا وأتى المدينة بأمان وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف. وكتب إلياهو إن هذا المعيار شوف بقى نفسه يمكن تطبيقه على ما حدث في قطاع غزة، حيث يتحمل جميع سكانها المسؤولية لأنهم لم يفعلوا شيء من شأن وقف إطلاق صواريخ قسام، واعتبروا أن المس بالمواطنين الفلسطينيين الأبرياء هو أمر شرعي. يعني من الآخر كده باختصار ان اليهود ما عندهمش حاجه اسمها شخصيه العقوبه. يعني مثلا لو حماس او كتاب القسام او اي كلب معدي هبهب او حتى كلب جه وهبهب عليهم، يبقى في الحاله ديت ايه؟ احنا مش قادرين عليه، لا نروح نقتل شويه في الفلسطينيين. وطبعا انا ما بغلطش في حد، انا قصدي كلب يعني كلب اللي هو حيوان، يعني بقول لك يعني ده حتى يعني بيقول لك يعني بوضح ان ديت ادنى المراحل. يعني تخيل كده لو ناموسه قرصته يقول لك ليه لا نروح نقتل في الفلسطينيين. طبعا لازم بقى ننقل الفقره اللي بعديها واحنا هنكمل الكلام ونقول ان طبعا العالم كله، وانا احب اتوجه لكل شخص عز في الشهيد محمد صلاح وبقول له يعني جزاك الله كل خيرا. وهنبين دلوقتي ان العالم كله عز في جنازة البطل الشهيد محمد صلاح ابراهيم رقم واحد، ان كل المصريين فعلا يعني من جواهم بيعزوا البطل الشهيد محمد صلاح، لدرجة ان المستشار مرتضى منصور اطلق اسم الشهيد محمد صلاح على احدى منشآت نادي الزمالك. وطبعا بالنسبة للعزاء بتاع الشهيد محمد صلاح، هو اصلا في وصيته الاخيرة كان كاتب ان العزاء بيكون قاصر على تشييع الجنازة. يعني هو اصلا يعني كان طالب كده من ضمن الطلبات اللي هو كان طالبها. رقم 3 ان في واحد في النائب في البرلمان الاردني بيطلب من اعضاء مجلس نواب العرب في القاهره ان هم يقروا الفاتحه على روح الشهيد محمد صلاح، واستجاب له جميع اعضاء البرلمان واعتبروه موقف مشرف. 4 وقوف الشهيد محمد صلاح مع القضية الفلسطينية لما رد على منشور الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الذي قال فيها أمريكا تقف مع إسرائيل، فعلق البطل محمد والله يقف مع فلسطين. وأنا رأيي الشخصي طبعا رأيي في الآخر بقول الجندي المصري دافع عن موطنه جيدا ونفذ واجباته كشخص واقف على الحدود المصرية ومنع المهربين واللي استخدموا ممر الطوارئ عشان ينفذوا عملية التهريب بالاشتراك مع المجند والمجندة الذين قتلوا على يد البطل محمد صلاح. وأنا هو من وجهة نظري إن الكاميرات وأجهزة الإنذار تم إغلاقها عمدا غضا للبصر عن عملية التهريب، وإنه ليس من المعقول أن نقذف مخدرات وزنها 21 كيلو جرام من فوق سور ارتفاعه 3 طوابق، وإن الجيش الصهيوني بيحاول بكافة الطرق إنه يحفظ ماء وجهه ويلصق فشله الذريع بمصر. وكده يبقى انتهينا الفيديو، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مصر العروبة، مصر القاهرة، قاهرة الغزاة. والله عروسنا المصريين يا باشا، باشا وابن باشا العمل. عظيمة يا مصر يا عرض النعم. الجيش المصري جيش عظيم، قد ما حاولوا انهم يسووا تدمير ذاتي. الجيش المصري عم بيطلع من تحت الركام بنهض. الجيش المصري كان مع الشعب الفلسطيني ولا يزال مع الشعب الفلسطيني. الله يقويهم وكلنا معاهم يد واحد إن شاء الله. كل جيوش العرب تكون يد واحدة من شان ننصر الإسلام والمسلمين. والله مصر على عيني وراسي وأهل مصر على عيني وراسي، والجيش المصري الله يقويه يا سيدي. هذا اللي بنتمناه، يقوي كل الجيوش العربية، بس وين على الظالم، هذا أهم شيء. طبعا مصر هي رمز للأمة العربية، وهكذا كانت مصر وستبقى مصر وستعود مصر. جزء من القضية بالأخص قضية الفلسطينية، وعندهم الإحساس والشعور نفس اللي عندنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا تعبان شوية، فأنا بحيي الشعب
المصري. لما بني آدم يشوف شعبه وأهل بلده مضطهدين وبنقتلوا، طبعا هذا الطبيعي يعني. نحن كشعب فلسطيني نفتخر ونقدر ما قام به هذا الجندي البطل، ونقول لجيش مصر ولشعب مصر إن الأرض المقدسة، إن فلسطين تستصرخكم. هؤلاء أحفاد القردة والخنازير اليهود يقتلون أبناءنا ونساءنا كل يوم. شعب مصر على راسي زينا زيه، شو بيفرق عنه ولا إشي. كل الاحترام للشعب المصري. يعني إشي طبيعي، يعني أمر طبيعي إنه من الشعب الفلسطيني والشعب المصري شعب واحد يعني، والعدو واحد. إشي بيرفع الراس، والله كل الحب لمصر ولشعب مصر، للأمان إنهم بيضوه. كان أملي بدعم مصر والقيادة المصرية إنه تنزل جنازة تليق بالشهيد.